اهلا وسهلا، صباح النور، صباح الخير عليكم. كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ وليداتكم، العائله، كل ما عزيز عليكم؟ يا ربي يا ربي تكونوا ان شاء الله كلكم بخير وعلى خير. اول حاجه مبروك علينا وعليكم هذا الشهر المبارك ان شاء الله. سيدنا رمضان على الابواب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، بالصحه والسلامه ان شاء الله للجميع. وثاني حاجه بالتوفيق ان شاء الله يا ربي لوليداتنا. هذه الفتره هذه راه كيدوزوا فيها الامتحانات، الله يسر لهم الامور ديالهم وان شاء الله نسمعوا كاملين ناجحين يا ربي يا ربي. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله، فيديو كله طاقه ايجابيه ان شاء الله. وغادي نشارك معكم بزاف ديال الحويجات، خليكم معايا ما تمشيو فين. بعد هنا اول حاجه كيف كتشوفوا معايا بديت كنصاوب الوجبه ديال الفطور ان شاء الله. هنا سلقت شويه ديال البيض. هذه الطريقه هذه اللي غادي نشاركها معكم، هذه كنت كنديرها ملي كنت صغيره، ملي كنا دار عند الوالدين ديالنا الله يحفظهم ويطول لنا في عمرهم. هذه الطريقه صراحه كنت كنديرها شحال هذه وباقي لدابا محتفظه بها، كتعجبني بزاف. هنا كنسلقوا البيض، كتقشروا كتقطعوا طريفات صغيورين كيف كتشوفوا. كنضيف له شويه ديال زيت العود، تقريبا واحد 2 معلقات كبار ديال زيت العود. والا كان عندكم شويه الفرماج اولا الجبن حتى هو كتضيفوه وصافي، مليحه والكمون، وكنرافقوه مع الخبيز ديال الزرع وصافي. كان هذا هو الفطور ديال اليوم. ايوا قولوا لي واش كاينه شي اجواء عندكم ديال سيدنا رمضان ولا مازال بديتو كتوجدوا في الشباكيه، في البريوات، سليلو اولا الصفوف اولا الزميطه، المهم كل مدينه شنو كتسميه. المهم الحمد لله حنا بعدا هنا الاجواء كاينه حاضره الحمد لله. كنشموا ريحه الطحين كيتحمر، لان هنا في المدينه ديال صديقات مازال عندنا الفران القدام، الفران اللي كيطيبوا على العواد. المهم يعني كتشموا ديك الريحه ديال الطحين كيتحمر، كتشموا الناس اللي كيصاوبوا الشباكيه كتشم ديك الريحه ديال القلي ديالها الحمد لله. المهم كنصيحه حاولوا ما تكثروش من هذه الاشياء هذه في سيدنا رمضان، باش هكا الواحد يستافد من الصيام ونحاولوا حتى على الصحه ديالنا. هذا ما كاين. من بعد ما وجدت الفطور ديالي فطرت وساليت الحمد لله والشكر لله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هنا كيف كتشوفوا دزت مباشره نخدم لا ماشين، نصب الحويجات باش ما تنجي فين نسالي شغلات ديال الدار والطياب وكل شيء، حتى كتكون يعني صبنا ديال الحوايج وسالات ما عليا غير نشرهم وصافي. الله يرزقنا الصحه والسلامه يا ربي. العيالات كاملين اللي كيصبحوا هكذا على الشغال والتصبين والطياب وكل شيء، راه ماشي ساهل باش ان يوميا كل سيده تصبح على هذا الشيء، هذا ماشي ساهل. ولكن الحمد لله حنا مأجورين على هاد الشغلات هذه، الحمد لله عندنا اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. وصافي هنا كيف قلت لكم يعني من بعد ما غادي نخدم لا ماشين غندوز مباشره للغدا. غادي نوجد الغديوه ديالي حتى هي نحيدها ليا من الطريق وباش ندوزو لحويجات اخرين ان شاء الله. الغدا ديالنا هو وجد كيف كتشوفوا معايا. انا صابت بسيل، درت فيه شويه السردين شويه ديال الخضره. غادي ندخلوا للفران، غادي يطيب على خاطرو. انا زينتو شويه لي طرونش ديال الحامض. المهم الوصفه سهله يعني ما شاركتهاش معكم، سهله مهله. غادي نخليه يطيب على المهل، ويعني كيجبني الصراحه الغدا يكون واجد على اتساع، باش هكذا ملي كيخرجوا الوليدات من المدرسه تلقاو الغدا واجد، ما يدوزوش ياكلوا لي سقاطه ولا ياكلوا شي حاجه اخرى. صافي كانت هذه الغديوه ديال اليوم.
ودابا غادي ندوز نشارك معكم واحد القنيات اللي كنت شاركت معكم من قبل في واحد لا فيديو. كنت قلت لكم واحد القنيت بغيت نقادو، وجبت هاد المخدات هادو اللي كنت خديت من مدينه مراكش، بالضبط من جامع الفنا. وتيكون هذا هو الشكل النهائي. هاد الجهه ديال الفوتو اللي قلت لكم، هاد الفوتو عاد زدته ولا هنا عندي على شكل ال، والمخدات هما عمرتهم صراحه جاو زويونين. صراحه اللون باج كيعطي واحد المساحه كبيره، وفي نفس الوقت كيجي اللون راقي وما عمره ما كيطلع في الراس. وكتقدروا هكذا تبقاو تبدلوا المخدات في الالوان، يعني اي لون درتوه مع الباج كيتواتى معاه بزاف. وحتى نتوما قولوا لي الراي ديالكم في التعليق، كيف جاتكم هاد الجلسه هادي؟ الراي ديالكم تيهمني. وصافي دابا غادي نمشي نوجد راسي باش غادي نخرج. الجمعيه ديالنا جمعيه بدر لدعم مرضى السرطان اليوم دايره حمله للتبرع بالدم. هادشي اللي لقيتوني غادي نخرج، غادي نطلع للوبيطال الكبير اللي عندنا هنا في مدينه سيدي قاسم. تما درنا مع الناس اللي غادي يجيو يتبرعوا بالدم ديالهم. وصافي يلاه معايا غادي نشارك معكم يعني الاجواء كيفاش كدوز، حتى انا ان شاء الله غادي نتبرع بالدم في سبيل الله، ويلا معنا. ودابا يلا وصلت، وهذا هو المستشفى الكبير عندنا هنا في مدينه سيدي قاسم. هنا فين درنا مع الناس باش يتجمعوا ويتبرعوا بالدم ديالهم. صافي غادي ندوزو هنا بالضبط لهذا المركز لتصفيه الدم، وجيت هنا قد مع الطاقم الطبي. صافي هنا غادي يوجدوا راسهم وغادي يدخلوا المعدات الاشياء اللي كيخدموا بها، وهانتوما معايا. وهذه واحد المعلومه بغيت نقولها للناس اللي ما عمرهم ما تبرعوا بالدم ديالهم، وحتى هما بغاو في واحد النهار فاش تكون حمله ديال التبرع بالدم حتى هما يعطيو الدم ديالهم. هذه معلومه ما تكونوش عارفينها. فاش تبغيو تعطيو الدم ديالكم راه خصكم تجيو واكلين ماشي صايمين. ماشي بحال فاش كنمشيو لابوراتوار باش نديروا تحليله ديال الدم ونعرفوا واش عندنا السكر او عندنا الكوليسترول او شي مرض معين لا قدر الله. فتما كنجيو يعني ما واكلين شيء باش كيعرفوا شنو عندنا. اما فاش نبغيو نتبرعوا بالدم ديالنا خصنا نجيو يعني واكلين مزيان، وما نكونوش يعني خدينا شي دواء من قبل. وصافي هذه الشروط وخلاص. يعني كاينه السيده اللي كتعبر الطونسيون، اللي لقات مثلا عندك طونسيون طالع او لا هابط، فهنا يعني كيكون ممنوع عليك انك تعطي الدم ديالك. وبالنسبه للناس اللي كيتخوفوا من هاد التبرع هذا، راه عادي، يعني المسائل كدوز عاديه وكدوز مزيانه، وما تخافوش على الدم ديالكم، راه كيتعوض في ساعه. يعني ماشي راه كيتقضى منكم ولا شي حاجه، راه دغيا كيتعوض. لان بزاف ديال الناس اللي كيكون عندهم هاد الفكره هذه كيخافوا، كيتردوا بزاف. ولكن الحمد لله، يعني الحمد لله الناس طورات وبدات كتفهم بزاف ديال الحويجات. الناس وعات، ما بقاش يعني عندها هاد الافكار بحال هكا. الحمد لله اليوم جاو بزاف ديال الناس اللي تبرعوا بالدم ديالهم، رجال وعيالات، الحمد لله والشكر لله. وبالنسبه جاو حتى الوليدات الصغار، ولكن ممنوع عليهم باقيين صغار، يعني حتى من 18 سنه الفوق عاد كيقدروا يتبرعوا بالدم ديالهم. الحمد لله. وهنا كنقول لهم الله يجازيكم بخير، والله يجعل لكم في ميزان حسناتكم. وكيف قلت لكم من قبل، ضروري كيعبروا لكم لاتونسيون ديالكم وكيطرحوا لكم بعض الاسئله باش هكذا عاد كيقدروا ياخذوا من عندكم الدم. وصافي هنا من بعد ما غادي نسالي غادي نمشي مباشره للعمل ديالي. وفي نفس الوقت غادي نشارك معكم واحد سيري، واحد ثلاثه روميين ديال واحد السيده غادي نعمرها المخده ديالها، نعطيكم فكره يعني تشوفوا فاش كيتعمروا كيتيجيو شكل اللي هو زويون ما شاء الله. وصافي حتى لهنا تنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو. خليتكم في امان الله، السلام عليكم.